السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد مع الأستاذ كرة. جايب لكم أول عربية معايا، هي عربية افيو موديل 2013. عربية فابريكا دواخل رشة خارج كلها. عربية كاملة مانوال، عدتها عربية 151 ألف كيلو على العداد، فيها رخصة سنة، لا تحتاج أي جنيه مصروف، يعني لا تحتاج أي مصاريف تماما. عربية مصروف عليها من الألف للياء. جميع الصيانات تعمل بكفاءة، تكييف، تلاجة، شاشة أندرويد، مكنة وفتيس وعفشة فوق الممتاز. عربية مش محتاجة مصاريف تماما. والمعاينة سيدي بشر الاسكندرية. رقم التليفون للتواصل على الشاشة، تواصل معاه لكل استفسار برقم التليفون اللي على الشاشة. صاحب العربية هنا طالب في العربية 335 ألف جنيه قابل للتفاوض، ده سعر لسه مبدئي. جايب لك بقى، طلبت بشكل كبير جدا في التعليقات على عربية شاهين. جايب لك شاهين موديل 2000 بحالة فوق الممتاز، فابريكا دواخل بالكامل، رشة بره، نظافة، رخصة سنتين، مرور الاسكندرية، مكنة وفتيس وعفشة فوق الممتاز. عربية مش محتاجة مصاريف تماما. كاوتش لسه حالة فوق الممتاز، تقدر تديهم 85%. عربية لا تحتاج أي جنيه مصروف منك. سعر عربية 110 قابل للتفاوض، ده سعر لسه مبدئي. والمعاينة في الاسكندرية، واكيد هتكشف على العربية كويس جدا قبل الجدية، وهتشوف ايه مميزات العربية، وهتشوف برضو حالة العربية من الداخل والخارج. ومقابل كده انت هتدفع السعر او انت هتخفض السعر مع صاحب العربية. ومن حقك اللي انت تفاصل، يعني سيبك من السعر اللي انا بطلبه في العربية المبتدئ، يعني ده سعر لسه مبتدئ، لسه ده سعر لسه مبتدئ. ومن حقك اللي انت تقول السعر اللي يعجبك واللي انت شايفه مناسب لحالة العربية. والعربيه اللي بعد كده هي هونداي اكسنت موديل 2000 مانوال 1300 سي سي. واشكر برضو استاذ اللي بعت لي التعليق الحلو اللي قدام حضراتكم دي. اشكر جدا في التعليقات، على التعليقات الحلوه اللي حضراتكم بتبعتوها، يا رب يكون في حسن ظن الجميع. جايب لك النهارده هونداي اكسنت موديل 2000 مانوال 1300 سي سي، موفره جدا في البنزين، عفشه لسه جديده داخل العربيه، فابريكا بالكامل بدون اي جرام بوهيه، بدون اي ملحوظه خالص من الداخل. اربع فرق كاوتش لسه جداد، مع بطاريه برضو لسه جديده. عربيه كامله مش محتاجه اي جنيه مصروف منك. عربيه فيها رخصه سنه واربع شهور مرور المنوفيه، والمعاينه في 6 اكتوبر. بطاريه لسه جديده. مطلوبه عربيه 170 الف جنيه قابل للتفاوض، ده سعر لسه مبدئي. ومن حقك ان انت تفاصل في العربيه وتنزل اكتر من كده بكتير. اسبرانزا موديل 2008 فابريكا بره وجوه، مرمات لا تذكر في الرفرف بجوار الاكسدام، بس بقيه العربيه كلها فابريكا، حالة فوق الممتاز، فيها رخصة سنة ونص. عربية ما شاء الله عليها ماشية، وكل صيانتها معمولة بالكامل، كل صيانتها معمولة بالكامل، وفيها غاز خالص. مرور المحلة الكبرى. مطلوب فيها عربية 210 قابل للتفاوض، ده سعر لسه مبدئي. مطلوب فيها عربية 210 وممكن تخلص على 200 وانت شطارتك مع صاحب العربية طبعا. ودي برضه حاجة مميزة جدا للناس اللي بتحبش تحسن دخلها في اوبر وكريم. جايب لك بقى تيجو اوتوماتيك اصلي موديل 2010 كامله، فتحه سقف، وحده رفع، مرايات كهرباء، 5 جنود سبورت مع 4 فرق كاوتش لسه جداد، فيها رخصه سنه وسنتين على الشباك، ده على كلام صاحبها. فابريكا دواخل، رشه خارج، نظافه، يعني رشه حزام نظافه. بتتكلم في سقف وكبوت، فابريكا، ده على كلام صاحبها. تكييف عربيه تلاجه مطلوب فيها عربيه 340 الف جنيه، ده سعر لسه مبدئي. جايب لك بقى النهارده كيا بيكانتو موديل 2006 اوتوماتيك خليجي، عداد عربيه 117 الف كيلو على العداد، مرور القاهره، رشه بره، نظافه ما عدا السقف. سقف عربيه فابريكا داخل عربيه فابريكا بالكامل، تم عمل جميع الصيانات بالكامل، يعني مصروف عليها من الالف للياء ومش محتاجه مصاريف تماما. معاينه العربيه مدينه المستقبل الشروق، مطلوب فيها عربيه 350 الف جنيه قابل للتفاوض، ده سعر لسه مبدئي. وطبعا انت تفحص العربيه كويس جدا وتوديها لاي مركز صيانه قبل الجديه. مطلوب فيها عربيه 350 الف جنيه قابل للتفاوض، ده سعر لسه مبدئي. وطبعا وانت شطارتك مع صاحب العربيه. جايب لك بقى لوجا موديل 2009 فابريكا داخل رشه من الخارج، عدد عربيه 198 الف كيلو، 4 ازاز كهرباء، كاسه جلد، فرش جلد على الكراسي الزيرو، بسم الله ما شاء الله. عربيه كامله، تكييف عربيه شغال، تكييف عربيه ثلاجه، ده على كلام صاحبها. فيها رخصة سنتين مرور 6 اكتوبر، فيها رخصة سنتين مرور 6 اكتوبر. والمعاينة بتاعت العربية فيه برضو 6 اكتوبر. مطلوب فيها عربية 250 الف جنيه قابل للتفاوض، ده سعر لسه مبدئي. جايب لك بقى هونداي فيرنا موديل 2014 كامله مانوال، فابريكا بالكامل. وتاني حاجه كمان فيها قسط، العربيه فيها قسط، عايز تقسط بتدفع مقدم 100 الف جنيه وبتقسط الباقي. سعر العربيه 390 الف جنيه، انا شايف سعرها اوفر حبتين، 390 الف جنيه. اي نعم العربيه فابريكا بالكامل، بس يعني عربيه مانوال، انت بتطلب حق الاوتوماتيك، ودي برضو ملحوظه ولازم اقول لك عليها كانت مشتري.
جايب لك بقى لانوس موديل 2015 رشه بره ما عدا السقف وشنطه، سقف وشنطه زيرو، ده على كلام صاحبها، ده واخد عربيه فابريكا بالكامل، فيها رخصه سنه، مش محتاجه اي جنيه مصروف منك، عربيه مش محتاجه مصاريف تماما، وسعر العربيه صاحبها انا طالب 290 الف جنيه يا مسهل على السعر، وانا شايف سعرها تنزل اكتر من كده بكتير، تخلص على 280 او 275 هتبقى كويسه جدا. انا شايف العربيه دي بتتطلب بشكل كبير جدا في السوق المصري، وانا شايف برضو ليها ناسها، بس انا جايبها لك النهارده بس سعر اوفر اللي صاحبها طالب فيها. طب انا هقول لك السعر كده 585 الف جنيه، انا شايف يعني موديل 2017 انا شايف سعره اوفر حبتين. وتاني حاجه فيها رخصه 6 شهور بس مرور القاهره، فيها رخصه 6 شهور مرور القاهره، ورشح حزام يعني مش فابريكا كمان. جايب لك بقى النهارده رينو لوجا موديل 2016 اوتوماتيك فابريكا بره وجوه من غير جرام بوهيه من غير اي دهان خالص، ده على كلام صاحبها. طبعا انت تفحص العربيه كويس جدا في اي مركز معتمد. عربيه فيها رخصه سنه مرور مصر الجديد، عربيه فيها رخصه سنه مرور مصر. رقم التليفون للتواصل على الشاشه، مطلوب في العربيه 450 الف جنيه قبل التفاضل سعر لسه مبدئي. جايب لك عربيه بقى في الفئه الحنينه، وانا شايف ان العربيه دي مناسبه جدا، يعني انا بحب جدا ودايما بشوفها للحريم، ودايما برشحها دايما للحريم، ودايما برشحها للناس برضو اللي بتحب حته كده، حته شياكه وحته برضو على قد الايد ومصاريفها برضو على قد الايد. جايب لك عربيه فابريكا بالكامل رخصه سنه موديل 2016، مش عربيه مش محتاجه اي جنيه مصروف منك، عدد العربيه 36 الف كيلو، يعني عربيه من ريحه الزيرو 300، سعر العربيه 325 الف جنيه، وانا شايف سعرها اوفر حبتين، لو تخلص على 300 الف تبقى كويسه. جايب لك بقى سكودا اوتوماتيك موديل 2001 فابريكا دواخل رشه خارج نظافه، ده على كلام صاحب باور وسنتر باور وسنتر وتكييف عربيه ثلاجه وجنوت سبورت مع 4 فرق كاوتش لسه جداد برضو مع بطاريه لسه جديده، عربيه مش محتاجه اي جنيه مصروف منك، والمعاينه بتاعت العربيه في الاسكندريه. مصروف العربيه 275 الف جنيه قبل تفاضل سعر لسه مبدئي. جايب لك بقى عربيه اسبرانزا 516 موديل 2008، عربيه فيها رخصه بالاسم بدون توكيلات، ودي برضو حاجه مميزه في العربيه، عربيه فيها رخصه ساريه ل 2027، ودي برضو حاجه مميزه في العربيه. فابريكا دواخل فابريكا سقف وشنطه، رشه كلها من بره ما عدا السقف والشنطه دهني فابريكا، ده على كلام صاحبها، فرش جلد على الكراسي، جنوت سبورت، تكييف عربيه ثلاجه، تم عمل جميع الصيانات بكفاءه، عربيه مرور المنوفيه، معاينه العربيه في طنطا، معاينه العربيه في طنطا، سعر العربيه 230 الف جنيه قابل التفاوض. جايب لك بقى النهارده دايو لانوس موديل 2007 مانوال فابريكا بره وجوه، بطاريه لسه جديده على الضمان، عدد العربيه 168 الف كيلو على العداد، فيها رخصه ساريه لمده 2027 لشهر 4، مطلوب فيها عربيه 260 الف جنيه قبل التفاوض، انا شايف سعرها اوفر حبتين، لو تخلص على 240 هتبقى كويسه. تيجو موديل 2010 مانوال بحاله فوق الممتاز، مكنه وفتيس وعشه فوق الممتاز، بطاريه لسه جديده، كاوتش برضو لسه جديد، تم عمل جميع الصيانات بكفاءه، مش محتاجه اي جنيه مصروف منك. رشه الجنبين دواخل عربيه فابريكا، رشه الجنبين نظافه، ده على كلام على صاحبها، عربيه مش محتاجه اي جنيه مصروف منك، مطلوب في العربيه 345 الف جنيه، عربيه فيها رخصه سنتين مرور السلام. عزيزي المشاهد، جايب لك النهارده فيرنا موديل 2008 فابريكا دواخل بالكامل، رشه كلها من بره، فيها رخصه سنه ونص مرور العاشر من رمضان، مطلوب فيها عربية 249 ألف جنيه، يعني 245 ألف جنيه، تقدر تخلصها على 245 ألف جنيه، وانت اشترطك مع صاحب العربية كاملة منوى، توكيل واحد، فيها توكيل واحد، والمعاينة أبو الكبير الشرقية. رقم التليفون بتاع صاحبها اللي على الشاشة، بالتوفيق إن شاء الله لكل استصواب رقم التليفون اللي على الشاشة، وأنا سايب في الوصف بتاع الفيديو سايب رقم تليفوني لكل أي حد عايز يعرض عربيته في قناة الاستذكار، يتابعني على الواتساب أو عايز عربية أي نوع في التعليقات، وهجيبها لك في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. يبقى كده انتهت حلقتنا النهارده، كان معاكم اسلام من قناة الاستذكار، الاشتراك في القناة وفعل الجرس.